وافخر ان انا علمانيه وشديده التقى في نفس الوقت. لكني اشاهد ناس في كثير من المجالات متمسك بدينه ويقول انا علماني. ما كذب ولا تحصل، ده ضد الدين 1000 مره ويعمل ولا يشوف شاعر متدين. مصر اصلها مسيحي، وهذه يعني الاقباط هم اصحاب البلد الحقيقيين قبل الغزو العربي، وانا مصر على هذا اللفظ اللي الناس بيزعلوا منه، هو غزو عربي. المسيحيه دين يدعو الى السلام ويدعو الى المحبه الى اخره، واحبوا اعداءكم ولاعنيكم والذين يطردونكم الى اخره. ولكن حال الوضع كما هو الآن أنا حزينة من كل مسيحي يتنازل عن حقه. رغم سياسي أخشى من الأخوان أن يحكموا مصر فتنتهي. عمرو بن العاص عاوز يحل كل الكنائس، يستبدلها بمساجد، فكل كنيسة تقع مش مشكلة، أحسن تقع علشان نبني بدالها مسجد. مش قادر يصلي في كنيسته. من مين؟ مش من العرب، من الرومان. فكتب عمرو بن العاص إلى أعمال مصر كتابا يقول فيه: الموضع الذي فيه بنيامين بطرك النصارى القبط له العهد والأمان والسلامة من الله. شكرا عمرو بن العاص. يا سلام ما عملهاش المقوقس المسيحي. كان ايام الاحتلال العثماني كان في حاجه اسمها القرار الهميوني. القرار الهميوني 10 بنود، 9 بنود منها في صف المسيحي بامتياز، لدرجه ان لو مسلم فقط تلفظ بكلمه تجرح مسيحي كان بيتسجن. تهدم كنيسه، بمجرد ما تعمل لهم كنيسه ثانيه يفرحوا بينسوا. سريعوا الغفران مع من لا يستحق أن نسامح، ومع من لا يستحق ولا يقدر هذا الغفران. كمان عايزين بالمناسبة بنطلب احنا الشباب في حاجات جديدة، عايزين كمان إلغاء خانة الديانة في البطاقة. مسبير ومعانا الكاتبة الصحفية المشهورة والمحبوبة للأقباط كلهم فاطمة نعمت. وجود حضرتك النهارده في مؤتمر الأقباط المهجر، شايفة ايه النتائج اللي ممكن يوصل بها المؤتمر دوت؟ الاقتتال ليس من الإسلام، نعلم. الدموية ليست في الإسلام. من هؤلاء؟ يعني تلاقي نفسك طول بعد كل كلمه بتتقال تقول امال دول مين؟ اللي بيعملوا دول مين؟ يعني دول مستوردينهم يعني من شعب اخر. ان في تنظيم سعودي، خليني اقولها تنظيم. لا، الوهابيه داخله مصر من السبعينيات، غزو مصر. لكن هذا التفتيت الذي يحدث بعد ثوره يناير هي أصابع نفطية. فأنا أدعو المستنيرين أن يواجهون هؤلاء المتأسلمين أو الذين يزعمون الإسلام أو الذين يزعمون السلفية إلى آخره قبل المسيحيين. المسيحي بطبعه ميال للسلم والغفران إلى آخره والمحبة، ما بيعمل. هو معتاد إنه يستشهد ولكن أنا أدعو المستنيرين أنهم المسلمين أن يدرسوا هؤلاء، هم بيد من حديد، لأنهم أعداء محب لمصر. عليه مواجهة هؤلاء بكل حد، نلفظهم ونقول لهم كلمة واحدة صريحة: نحن لا نريدكم، مصر لا تريدكم، أنتم ملفوظون.